بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. تعالوا ناخدكم معانا في رحلة النهاردة داخل جامعة القاهرة، وبالتحديد لكلية العلوم. بداخل كلية العلوم بيوجد مدرجان شهيران معروفان بمدرج مشرفة ومدرج والي. أول لما تسمع اسم مدرج مشرفة أكيد هتعرف إنه منسوب لاسم أينشتاين العرب، وهو العالم والدكتور مصطفى مشرفة. ولكن لما تسمع اسم مدرج والي صعب انك تعرف الشخصية المنسوب ليها، على الرغم من انه دكتور جليل. فعشان كده تعالوا معانا في حلقتنا النهاردة نعرفكم مين هو. تم اطلاق اسم والي نسبة للدكتور محمد ولي الدين، اللي لقب بطبيب الغلابة والفقراء. تخرج في مدرسة طب القصر العيني عام 1907، وكان وقتها في 20 من عمره، ثم أوفد في بعثة الجامعة المصرية لفرنسا ليحصل على الليسانس في تاريخ الطبيعي من جامعة ليون، وعلى دبلوم طب المناطق الحارة من جامعة باريس. وبعد عودته عين مدرسا بمدرسة طب القصر العيني في يناير 1925، ثم انضم لهيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة المصرية في نوفمبر 1925، وبقى بدرجته حتى عام 1947، فلم يرقى إلى وظيفة أستاذ مساعد إلا قبيل تركه الخدمة بقليل. وفي 8 مارس 45 ألقى دكتور محمد ولي الدين محاضرة بتتناول موضوع هام عن واحد من العلماء المصريين اللي ساهموا في تدعيم دراسة علمي الحيوان والنبات في مصر، وألفوا فيها وصلوا للعالمية، وهو الدكتور عثمان غالب. وكان الدكتور محمد ولي الدين واسع الصدر كثير الحلم، يضحك ملء شدقيه حتى تدمع عيناه، وكان لا يعترف بفارق السن، فكان يتخذ من الجميع أصدقاء وزملاء لي دون تفرقة من مركز أو سن. كان إنسان نبيل، فما قصد طالب حاجة إلا قضاها لي. وكان معمله في الكلية عيادة صغيرة بيفحص فيها من يشكو علة ويصف لي دواء. وكذلك كان حاله في بيته في جزيرة الذهب، فكان يقصده أفواج من الفلاحين والفقراء للتداوي على يديه. كان الدكتور محمد ولي مولعا بالبحث في مواضيع علمية شتى، فأصبح بمرور الزمن دائرة معارف علمية، وقد عرف تلاميذه عنه ذلك فاغترفوا من فيض علمه. فما قدمت رسالة لنيل درجة علمية إلا ذكر اسمه فيها، سواء كانت عن القواقع أو الزواحف، عن الأسماك أو الطيور أو الثدييات، فكان له في كل منها باع طويل. كان الدكتور محمد ولي يعتقد أنه لا يمكن أن تكون دراسة العلوم إلا بلغة هذه البلاد، إذا كان في ضمير أهلها قدر كافي من القومية، وكان بذلك أسوة بعلماء ذلك الزمن اللي حافظوا على اللغة العربية وتحدثوا بها وكانوا حمالها. لقد ترك دكتور محمد انطباع عن شهرته كونه خريج كلية الطب حاصل على دبلوم طب المناطق الحارة، فكان من الطبيعي أن يكون ليه مكانة خاصة في كلية العلوم، كما أن دراسته الموسعة أهلته لهذه المكانة، بالإضافة لأن صورته ومظهره كمان أعطته نفس الانطباع. وفي عام 1949 توفى دكتور محمد عن عمر يناهز 62 عام، تاركا سيرة طيبة بالإضافة لأهم ذكرى مكانية بيتذكروا بيها طلاب كلية العلوم كلما دخلوا محاضرة تلقوا في مدرجه وهو مدرج والي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.